تعالوا نعمل الرز المصري بطريقة جديدة ومختلفة. جربتها وعجبتني جدا ومتأكدة هتعجبكم انتوا كمان. اول حاجة في الحلة على النار هحط معلقتين من الزيت وهحط عليهم ربع كوباية من لسان العصفور. هبدأ اقلب فيه لحد ما يبدأ ياخد لون ذهبي حلو. بعد كده هضيف عليه نص معلقة من الثوم وهقلبه تاني مع لسان العصفور. وبعد كده هضيف عليه الرز المغسول، انا بغسل الرز بس. دول حوالي كوبايتين. وكمان هنملح اكيد. وهندي تقليبه للسان العصفور مع الرز والثوم. عايزه اقول لكم لسان العصفور ممكن تدوله لون افتح من كده او اغمق، دي حاجه اختياريه. بعد كده اكيد هنضيف الميه السخنه. مقدار الميه السخنه يبقى فوق الرز بحوالي عقلة صباع. وبعد ما يشرب كل المية بتاعته هنضيف مكعب من الزبدة وهنديله تقليبة على الخفيف كده. وبعد كده نغطي عليه وننقله على نار اهدى يكمل سوا. قدموه سخن مع كل الوجبات، جربوه متأكدة هيعجبكم قوي زي ما عجبني انا كمان.